انا مره كنت قاعده مستنيه دوري في عياده الدكتور، وبعدين لقيت خرج من عند الدكتور واحد كده ما شاء الله، طويل عريض ضخم. فتح الباب بتاع العياده وخرج وساب الباب اترزع وراه. شويه لقيت واحده ست خارجه من عند الدكتور، شايله ولد ما شاء الله شكله يعني مثلا 3 سنين 4 سنين حاجه زي كده، وشايلة شنطة الولد. واضح ان يعني جابوه من الحضانة على العيادة حاجة زي كده. وبعدين وانا بقى قايمة النيرس قالت لي اتفضلي. انا بقى قايمة ورايحة وسمعت هي بتقوله يا تشيل الولد يا تشيل الشنطة، انا مش قادرة اشيل اتنين. انا بالظبط ايه قالت ايه يعني. وبعدين عملت حاجة انا بطلتها دلوقتي، حكمت على الست دي هي ازاي اصلا يعني عايشة مع واحد زي ده اساسا. هي ستات جرالها ايه؟ حصل لها ايه؟ في ايه؟ في انها عاشت في toxic environments فترة طويلة جدا، شافت مامتها بتتحمل مسؤوليات بتاعت رجالة، جدتها نفس الشيء. انا فاكرة كويس ان مرة جدتي الله يرحمها وكانت ست قوية جدا ومحترمة جدا، كانت مرة عايزة تطلع دولاب فوق السلم، هي اللي طلعته. انا كنت معاها وشوفت ده بعيني، ومتهيألي انا فهمت وقتها ان الست تعمل اي حاجة وتعمل كل حاجة، وده دورها. لما الواحدة تشتغل على نفسها في اي حاجة، في اي حاجة، تكتب قصص، ترسم لوحات، تعمل تصمم جولري، تخيط زي اللي بيحصل، انها بتقعد مع نفسها فترات طويلة جدا. والفترات الطويلة دي مش ببلاش ومش سهلة. عشان نطلع انتاج بلوزة سكيرت اي حاجة انا كنت بعملها، كنت بقعد اشتغل لوحدي بالساعات. في حاجات كانت بتطلع من جوه. هو انت ازاي الموقف ده سكت لهم فيه؟ هو انت ازاي اتحملتي المسؤوليه اللي هي مش بتاعتك اصلا دي؟ هو انت ازاي بتخلصي حاجه الناس دي كلها؟ هو انت مسؤوله مش انت ست؟ الحاجات دي كانت بتحصل جوه على فكره. ال ال هو انت ازاي قبلتي حد يكلمك كده؟ هو انت ازاي سكتي على البسطه دي؟ كل ده كان بيحصل جوه. دي اللي اسمها الايموشنال alchemy.